أول الحكاية رحلة ثقافية مع أدباء، فنانين ومسرحيين، سياسيين، لنكشف معهم البدايات. يا بنت حواء كالأقمار في برق، يختارك الوزن وقع الصدع بالوتر، يختارك الوزن وقع الصدع بالوتر. كم حاور الغيم رقص الريح بالمطر، وحاور القلب نبض الروح في وقر، وحاور القلب نبض الروح في وقر. يا حادي الشوق بجرح على ندب، لواعج البوح تهوى رفة الحور. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام. في البدء كانت الحكاية، ومنها ولد الإبداع وتشكل الوعي وتكونت الذاكرة الإنسانية. أهلا بكم في برنامج أول الحكاية على قناة صوت الإبداع، حيث نغوص معا في أعماق الفكرة والفن والأدب لنستمع لصوت الإبداع من أهله. برنامج أول الحكاية رحلة ثقافية نستضيف فيها شعراء، أدباء، مسرحيين، مفكرين، سياسيين وفنانين، لنكتشف معهم البدايات. كيف ولدت الفكرة وكيف تحولت إلى أثر. لنبدأ الحكاية مع شاعر له من الإبداع والإحساس المرهف ما يحرك به الشعور ويجعلك تغوص في دهاليز الكلمة وفي عمق المعنى والمبنى والشكل. شكرا سيدي إدريس على قبولكم الدعوة. مرحبا أخي وصديقي سي عبد الرزاق الفرق، وأنا جد سعيد وكل فرح بطبيعة الحال على هذه الاستضافة الفنية إن شئتم الأدبية، وخاصة في مجال الإبداع وفي مجال الشعر. شكرا جزيلا على حفاوة الاستقبال وعلى كرم الضيافة، وخاصة ونحن في هذا الفضاء البهيج الشاعري بطبيعة الحال، والذي سوف من دون شك سوف يعطينا يعني مجالا أوسع ومجالا جميلا من أجل أن نستمتع ونمتع معنا كل المتتبعين وكل المتابعين لهذا البرنامج، برنامج أول الحكاية. ولنبدأ الحكاية من نقطة البداية، بعيدا عن الشعر، بعيدا عن القصيدة. من هو إدريس الرواح؟ إدريس الرواح هو واحد من هذا الوطن، فرد من هذا الوطن السعيد، هذا الوطن الجميل الذي يحق أن نفتخر بانتمائنا إليه، انتمائنا لهذا الوطن. وبطبيعة الحال هذا الوطن له الفضل الكبير والكثير جدا
علينا وعلى كل المغاربه بطبيعه الحال اينما كانوا واحد ما وجدوا. نعم. سيريس، كيف بدأت العلاقة مع الكتابة وخاصة مع القصيدة؟ سي عبد الرزاق، هذا سؤال كبير وسؤال عميق جدا. سؤال إن استطعنا أن نقوله وسؤال يعني يستمد مشروعيته الأدبية ومشروعيته الفكرية ومشروعيته الإبداعية يعني من عمق التاريخ. التاريخ الذي ولد فيه دريس الرواح، التاريخ الذي نشأ فيه دريس الرواح، يعني في خضم جو يطبعه بطبيعة الحال يعني مجال جغرافي. هذا المجال الجغرافي والمجال البيئي والتاريخي والانفتاحنا على المجتمع من خلال العلاقات الإنسانية والعلاقات الاجتماعية مع مجموعة من المبدعين في مجالات مختلفة. دريس الرواح لم يعني شأنه في ذلك شأن كل المبدعين، لم يولد يوما ما من فراغ. ودريس الرواح لم يريد في يوم ما أن يكون شاعرا فأصبح كذلك، بل هناك مجموعة من المقومات وهناك مجموعة من الدوافع والأسباب التي تراكمت وترخبت لتنتج لنا هذا الشاعر كما تحبون كما تشاء أن تحب أن تسميه دريس الرواح. هذا هو دريس الرواح اليوم كشاعر ضمن واحد المجموعة من الشعراء بطبيعة الحال، لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الوطني بشكل عام. نعم. إذا دريس الرواح حينما نتحدث عن الشاعر فنحن نتحدث عن الإحساس، نتحدث عن المعاناة، نتحدث عن طرق وكيفية بداية الكتابة الشعرية من خلال القصيدة. من أثر في دريس الرواح أولا ليشق طريق الإبداع الشعري؟ سؤال يبدو كذلك. شوف، باش نكون معك صريح سي عبد الرزاق، من خلال هذا البرنامج اللي بطبيعة الحال كنتمنوا له النجاح والتميز في المشهد الثقافي. هذا السؤال انا بغيت نقول لك بانه اي رياض، وحنا تنتواجدوا في الرياض، ماشي الذي يعطي جمالا ويعطي بهاء ويعطي اناقه داخل الرياض هو التنوع. لا يمكن ان نسمي حديقه جميله ان لم تكن تفترش او تضم او تحتوي على مجموعه من انواع الزهور وانواع الورود وهلم جمالا. دريس الرواح في هذا التنوع بطبيعه الحال هناك اسباب كثيره جدا، هناك اسباب متعدده التي كان لها تاثير كبير على مسار التجربه الشعريه. دائما لا شيء يولد من عدم، بل هناك اسباب وهناك دوافع سيكولوجيه، هناك دوافع ابداعيه، هناك دوافع فكريه، هناك دوافع ايديولوجيه ان انجاز التعبير. هذه المكونات وهذه العناصر يعني كلها كان لها الوقع الكبير والوقع العميق في نفسية دريس الرواح، الشيء الذي ساهم
واسهم في ان اخوض هذه التجربه، تجربه الكتابه، لان بكل صدق لما كيتربى عندك واحد الذوق فني ادبي فكري جمالي، لابد ما كيكون هناك مؤثرات خارجيه. هذه المؤثرات الخارجيه قد تكون مؤثرات يعني غنائيه، وانتم تعلمون ان الاغنيه لا يمكن ان تكون اغنيه الا اذا بطبيعه الحال. اكثر من ذلك لا يمكن ان تكون اغنيه ناجحه ان لم تتوفر على عناصر ثلاث. هناك في بدايه الشيء الكلمه، لان اصل الكون هو الكلمه، اصل الكون هو الكلمه. اذا حتى تكون هذه الاغنيه جميله وفيها ابداع وفيها مسافيه وفيها وقع نفسي وجمالي على المتلقي وعلى المستمع وعلى المجتمع بشكل عام، لابد ان تكون الكلمه جميله. لما قلنا بالكلمه، اذا سمحتم، نقطع من القصيده حتى تكون نقطه بدايه او اول الحكايه لشعر سدريس الروحاني، واغتنم هذه الفرصه التي من خلالها سيستعد سدريس رواح لقراءة قصيدة، لأتوجه بالشكر الجزيل لأصحاب رياض نزهة على حسن الضيافة وعلى كرمهم، والذي أتاحوا لنا الفرصة أن نسجل هذه الحلقة داخل هذا الرياض البهيج. قبل ذلك سي عبد الرزاق بغيت نضيف إضافة إذا كان ممكن قبل أن نمر إلى قراءة قصيدة إحدى القصائد. إلى جانب الكلمة هناك لحن بطبيعة الحال وهناك أداء. هذه العناصر كلها هي التي تشكل هذا الأفق الإبداعي والجمالي. إذا السؤال تحت سؤال من كان السبب في بداية الكتاب؟ نعم، وهذا السؤال ربما نجاوب عليه في سؤال لاحق بإذن الله. اخترت لكم وللمستمع الكريم والمستمعة الكريمة نصا نثريا، وإذا كان من سنتحدث عن القصيدة العمودية إلى آخره. على كل حال هذا النص أسميته عابر في ممر الحياة. فكأني في العزف لحن الكمنجات أقتبس صوت الماء، أقتبس صوت الماء، يا لحظتي الصغيرة الممتدة حتى التعب. وكأني في الطيف قوس قزح تائه في الألوان، تائه في الألوان، يا خطوتي الأخيرة النازفة وسط اللهب. وكأني في الكهف أقيم الصلوات، أرتل الآيات في رواه، يا خمرة الروح الكثيرة تنساب فيض الصبب. جميل جدا سدريس، جميل جدا. هذا الأمر يدفعني لأن أطرح سؤال: ما الذي ألهمك كتابة هذه القصيدة؟ هل هي تعكس تجربتك الشخصية؟ وما الرسالة التي تود إيصالها للمتلقي؟ سي عبد الرزاق، أنا في اعتقادي الشخصي المتواضع كل الشعراء أعتقد ليسوا هم من يكتبون القصيدة، بالعكس والصحيح. القصيدة هي التي تكتب الشاعر. كيف ذلك؟ سي عبد الرزاق، إذا طلبت مني الآن أن أكتب يستحيل.
لماذا؟ لأن القصيدة هي التي تفرض نفسها. وتختار بطبيعة الحال القصيدة هي من تختار الزمان والمكان إلى آخره إلى آخره. طيب، في الوقت الذي يعني تكتمل مجموعة من العناصر ومجموعة من المقومات، آنذاك يمكن للكاتب أو للشاعر أو للمبدع بشكل عام أن يكتب. ولذلك هذه العناصر أو نسميها بالمقومات، مقومات القصيدة، فيها البعد النفسي أولا وقبل كل شيء. البعد النفسي يعني أولا يجب على الشاعر أو على المبدع أن يكون مهيئا نفسيا لكتابة نص ما، لأنه كما قلت لك في بداية الكلمة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تضع ورقة وقلم وتبدأ في الكتابة. لا أبدا. لأن الشاعر إذا سمحت، الشاعر لا يصنع القصيدة ولا يكتب تحت الطلب. إذن هنا تجرني إلى أن أسألك أن هنالك من يصنع القصيدة ومن تخلقه القصيدة. الشاعر لا يمكنه إطلاقا وأبدا يصنع القصيدة ولا يكتب تحت الطلب. إذن هنا تجرني إلى أن أسألك أن هنالك من يصنع القصيدة ومن تخلقه القصيدة. الشاعر لا يمكنه إطلاقا وأبدا أن يصنع القصيدة، لأنه هذا إن فعل ذلك فهو شاعر الكتابة. نسميه بشاعر صنعة الشعر، شاعر الكتابة. معنى ذلك هو أن الشاعر ينتهي بانتهاء كتابة نص معين ثم ينتظر مرحلة معينة. هذا شاعر كتابة. نعم. أو تحت الطلب لا يمكن. ولكن أنا قلت لك عندما تتوافر مجموعة من المقومات وعندما تتراكم مجموعة من العناصر المشكلة لبناء القصيدة، قد تكون قصيدة كلاسيكية، حتى لا أقول قصيدة عمودية، لأن ليس هناك عمودي وليس هناك أفقي، بقدر ما أن هناك قصيدة كلاسيكية. لماذا؟ القصيدة الكلاسيكية المتعارف عليها وكما يعرفها الجميع هي القصيدة التي سنعود إليها في مداخلتنا. ولكن كما قلت لك لا بد من توفر مجموعة من المقومات حتى نستطيع أن نكتب نصا معينا. إذا حينما نتحدث عن القصيدة أريد فقط إشارة إلى شيء. قلت القصيدة الكلاسيكية وأنواع القصيد التي تشتغل عليه سيدريس حتى نقرب المتلقي من مدى الإمكانات المتاحة للشاعر ومدى قدرته على استغلال هذه الإمكانات الموجودة على الساحة الأدبية. طيب، أبي تعطيني مساحة لأنه سؤال على حسب، لأن السي عبد الرزاق أنت تطرح أسئلة كبيرة، وبالتالي الإجابة عن هذه الأسئلة يتطلب حتى نعطي للسؤال حقه وقيمته. نعم. هذا سؤال يعني متشعب. إذا كما قلت لك بالعودة إلى سؤالكم حول القصيدة الكلاسيكية. طيب، هذه القصيدة الكلاسيكية التي نسميها بالعمودي هي أصل الحكاية. ولهذا نود أول هي أصل الحكاية، لأنه القصيدة العمودية أو القصيدة الموزونة أو القصيدة الخليلية هي في الواقع، لأنه حتى لا تكون هناك فوضى بين قوسين وبين مزوز، حتى لا تكون هناك فوضى. اتفق القدماء على تسمية هذه
القصيدة بالعمودية، واختاروا لها أوزانا. هذه الأوزان المسمات بالبحور الخليلية. إذن القصيدة العمودية كأنك تبني بيتا، يجب عليك لا بد من الميزان. هذه القصيدة العمودية التي تخضع لمنطق البحور الخليلية المعروفة بطبيعتها. 16. إذن إن لم تكن تتوفر على هذه العناصر وهذه المقومات لا يمكن أن تكتب القصيدة العمودية. بالتالي كما يقال وكما يشاع في عدد من الدراسات وفي عدد كبير من الأبحاث التي أقيمت في هذا الموضوع، هو أن هذه القصيدة العمودية كمثل ذلك البرج، أو كمثل تلك القلعة المحصنة. محصنة بإيش؟ محصنة بقوانين وبقواعد. وهذا في نفس الوقت دفاعا على هذه القصيدة ضد كل ما يمكن التي يمكن تغير مشكلها أو بنائها. إذن وضع لها هذه القواعد. والقصيدة العمودية في نفس الوقت وفي نفس السؤال استطاعت ولا زالت. تصمت أمام استطاعت ولا زالت. لأن القصيدة العمودية هي جاءت في مرحلة تاريخية نعلمها أو يعلمها الجميع. يعني استطاعت أن تجيب على أسئلة المرحلة التاريخية التي ولدت فيها. اليوم لا يمكن أن نقول أن هذه القصيدة الكلاسيكية لن تستطيع أن تجيب على الأسئلة الراهنة. بالعكس، ولكن مقومات المرحلة ربما وقع فيها متغيرات. هناك تحولات كبيرة في المجتمعات. الظروف التاريخية التي كانت تسود في تلك المرحلة، مرحلة العصر الجاهلي وما سبق ذلك وما لحق ذلك، ليست نفس المقومات وليست نفس المواضيع وليست نفس. إذن هناك تحول كبير. إذن الأصناف الشعرية الأخرى، النطرية والحر وشعر الدفعية، في سياق الموضوع دائما. إذا قلنا على أن القصيدة الكلاسيكية لا زالت صالحة، لا زالت، ثم ماذا وقع تحول. هذا التحول الذي كان له علاقة مباشرة بطبيعة المتغيرات المجتمعية في مرحلة الأربعينيات مع أوائل قصيدة النثر أو الشعر الحر، رأوا أن القصيدة الكلاسيكية بتلك يعني الصرامة في القواعد وفي الأوزان وفي الأغراض بطبيعة الحال التي تغيرت، رأوا بأن المرحلة ربما فيها هذا الاختلاف، ربما يعني في حاجة ماسة إلى تجديد في القصيدة، في البنى القصيدة، في بنية القصيدة بشكل عام، حتى تتمكن هذه القصيدة الحديثة أن تجيب على مقومات ومتطلبات وانتظارات المرحلة. هنا في هذه المرحلة التاريخية التي تكلمنا عنها، مرحلة بداية الأربعينات إلى الآن، هناك عدد كبير من الشعراء الذين حاولوا بشكل أو بآخر تغيير نمط القصيدة الكلاسيكية إلى ما يسمى بالشعر الحر. وهذه التسميات، هذه شعر حر أو شعر شعري أو نثر، هذه تسميات ماذا تفيد؟ أنا بالنسبة لي القصيدة قصيدة كيفما كان شكلها على اعتبار أن تحترم. أنا جايك. القصيدة قصيدة، الشعر شعر،
كان نوعه كان كلاسيكيا. من شاء أن يكتب في ذلك فله الحق، ومن شاء أن يكتب في غير القصيدة الكلاسيكية انطلاقا من العوامل النفسية والعوامل التاريخية والجغرافية وهلم جرا له كذلك ذلك شريطة. هنا شريطة. وهذا الشرط هذا الشرط ليس فيه نوع من السلفية المبالغ فيها. بقدر ما فيه الحفاظ، الدفاع، المقومات وجمالية القصيدة. هذا هو الشعر الذي حتى الآن لا يمكن ولن يمكن أن نعطيه تعريفا محددا. الشعر حتى الآن غير معروف، وهذا هو سؤال. دعني أجيب. نعم. هذا الشرط بطبيعة الحال هو الحفاظ على مقومات وجمالية النص. كيف معنى ذلك؟ أن تكون اللغة جميلة، لغة جميلة شعرية، لغة شعرية جميلة منتقاة. أن تكون هناك صور شعرية فيها جمالية على مستوى الإبداع، على مستوى الخيال. لأنه جمالية القصيدة ليس في شكلها المباشر، بقدر ما جمالية القصيدة أعذب الشعر أكذبه. معنى ذلك أن تحكم في عوالم الخيال. أكذبه بمعنى أن تعتمد على صور شعرية خيالية جميلة بالشكل الذي يمكنك أن يمكن أي شاعر من الشعراء أن يكون لهم وقع وتأثير على مستوى ما ننساوش الموسيقى. حتى لا ننسى أن المتلقي هو المتلقي ذكي، ولذلك عندما يحاول يدرس واحد كتابة نص معين كان في النقل أو في القصيدة الكلاسيكية، يضع نصب أعينه ويضع أمامه ذلك المتلقي الذكي الذي يستطيع أن يختار ما بين القصيدة والقصيدة الأخرى. حتى ننقل ما يعني الشعر باختصار؟ قلت لك وأنا في إطار الحديث عن القصيدة بشكل عام، الشعر لا يستطيع الإمكان أن يحدد مفهومه، وإن كانت هناك تعريفات كثيرة وتعريفات مختلفة من طرف مجموعة من النقاد ومجموعة من الشعراء ومجموعة من الباحثين والدارسين في هذا المجال. ولكن دعني أقول لك سيدي عبد الرزاق، الشعر حتى الآن غير مفهوم. يعني دعنا من القاعدة الكلاسيكية المعروفة: الشعر كلام موزون مفاد معنى إلى آخره. هذه فقط في الجانب التعريف الكلاسيكي للقصيدة الكلاسيكية العمودية. ولكن الشعر يا أخي لا نستطيع أن نحدد أو نعطي له تعريفا معينا. الشعر هو حالة شعورية، إحساس داخلي. الشعر هو كالروح. هل تستطيع أن تلمس الروح؟ لا أبدا. نعم، الشعر هو كالروح داخل الجسد مادة ميكانيكية نستطيع أن نلمسها، بينما الروح لا نستطيع. كذلك دعني أقول لك الشعر ريح، وهذا الريح نستطيع أن نلمسها كذلك؟ لا أبدا. ولذلك فإن الشعر مفهوم الشعر غير واضح. صحيح كما قلت لك هناك تعريفات كلاسيكية معروفة إلى آخره، ولكن الشعر حالة معينة هي التي حالة لم يستطع
أي شاعر أو شاعرة حتى الآن أن نضع لها قاعدة أو أن نضع له قاعدة أو تعريف معين. هي حالة شعورية قد تأتينا في منتصف الليل، في منتصف الليل، وأنت تتمشى وأنت إذن في أوضاع مختلفة لها علاقة بالزمان ولا لها علاقة بالمكان. المؤثرات كذلك، هناك مؤثرات طبعا، هناك مؤثر. ولذلك كما قلت لك أنا ماشي تطلب مني قصيدة أن أكتبها وكأنني أدخل مقهى وأطلب من الجرسون أن يعطينا قهوة سوداء. لا أبدا. السؤال يعني حين تحدثت إلى إدريس رواح وجدت أن وقت البرنامج لا يسع كثيرا إلى أن أغوص معه في مجموعة من الأشياء، ولكن سأطرح سؤالا. لحظة. هل مررت بلحظة معينة أنقذك فيها الشعر؟ مرحلة معينة أنقذك فيها الشعر، يعني مررت بتجربة بحالة معينة وكان الشعر هو المنفذ الوحيد الذي أخرجك منه؟ ليس فقط الشعراء، بل كل إنسان يتعرض إلى وعكة صحية، حتى لا نقول مرضا، إلى وعكة صحية تطلب منا وتستوجب العلاج. نعم. طيب دعني لا لأن الوقت يداهمنا. نعم. إذا هذا الحالة المرضية تشفى بالشعر كما يقال. هناك علاج تذهب إلى المستشفى عند الطبيب، وهناك علاج بالموسيقى. لأن حتى عندما نذهب إلى المستشفى أو إلى آخره نستطيع أن نعالج بالاستماع إلى الموسيقى. وهناك دراسات وأبحاث كتبت في الموضوع. هناك العلاج بالكتابة. هناك أسئلة سريعة، أرجو من إدريس رواح أن يكون سريع في الإجابة. شاعر تحبه؟ أحب إدريس رواح. بيت شعري لا تنساه؟ لا يمكن ذلك. كلمة واحدة تصف بها الشعر؟ حالة جنونية. كلمة للمتلقي كختام للحلقة؟ أحبكم جميعا. وبالحب ينتشي الفؤاد وتعلو الكلمات وتسمو في سماء الشعر وتحرك الأحاسيس. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر ضيفنا الكريم سيد إدريس رواح على تلبية